تعرف قد إيه سبونج بوب مهتم بتأمين الخزنة بتاعته؟ في البداية الموضوع محتاج بصمة لسان، وبعدها مسح لدي إن إيه الرموش، وفي الآخر لازم تعزف نغمة بمناخيرك عشان الخزنة تفتح. كل ده عشان يحمي تمثال صغير. أكبر هواية عند بابل باس كانت جمع التماثيل دي، وكان ناقصه قطعة واحدة بس عشان مجموعته تكمل. ومن شدة حماسه لبس زي شخصية خيالية وطار من الفرحة. لكن لما وصل محل الألعاب اكتشف إن كل تماثيل بيجولون خلصت، ولحسن حظ سبونج بوب وبسيط إنهم اشتروا آخر قطعة. لكن بسيط ما كانش مقدر قيمة التمثال خالص، وكان بيستخدمه عشان يهرش بيه ظهره. بابل باس اتضايق جدا وراح عرض عليهم يشتريه فورا. سبونج بوب وافق بسرعة، لكن بسيط رفض لأنه اتعود عليه. وقتها قرر بابل باس إنه لازم ياخده بأي طريقة. راح بيت سبونج بوب متنكر كمفتش جودة ألعاب بحجة إنه بيدور على الألعاب الخطيرة. سبونج بوب صدقه ودخلوا البيت وقال له إن كل الألعاب جوه الخزنة. الخزنة كانت مليانة ألعاب غريبة من كل الأنواع. ده آرون آرت بارك، في مشكلة؟ لا تمام. وده ألبرت آرت بارك، زي الفل. أول ما شاف تمثال بيجولون صرخ في مشكلة هنا وحاول يخطفه، لكن سبونج بوب كمل يوريه لعبة تانية اسمها بيرسيفال. وفجأة بابل باس طار للسما زي الألعاب النارية. ما استسلمش ورجع متنكر كخبير طرد أرواح، وقال إن بيت سبونج بوب مليان طاقة سلبية. حاول ياخد التمثال تاني لكنهم خدعوه وخلوه يطير في الهواء، ففشلت خطته. من كتر العصبية شرب كميات ضخمة من الصودا الفوارة، وبنفخة واحدة فكك بيت سبونج بوب بالكامل. سبونج بوب وبسيط هربوا لبيت بسيط الحجري، وفضل بسيط يستفزه. وقتها شرب بابل باس خليط صودا وشطة، وطلعت منه حرارة قوية خلت البيت الحجري ينهار. بعدها استخبوا في بيت شفيق من غير ما يعرف، وده خلى البيت يقع. لما سأل بابل باس عن تمثال بيجولون، شفيق طرده فورا. بعدها شرب حمولة عربية كاملة من الصودا، لكن بيت شفيق ما تحركش لأنه متبني بمتانة خاصة. في النهاية راح بابل باس يطلب المساعدة من ماما، وكانت أقوى منه بكتير. راحت تسأل سبونج بوب وبسيط ليه أخدوا اللعبة، لكن بسيط طلع الإيصال وأثبت إنه شاريها بفلوسه. وقتها ماما فهمت الحقيقة وفضلت توبخه وهو يعتذر بخوف. لما شافوا حالته سبونج بوب وبسيط قرروا يهدوه تمثال بيجولون، لكن المشكلة إن بسيط كان بوظ شكله تماماً لدرجة إن ملامحه اختفت. رغم كده بابل باس قعد يعيط من الفرحة لأن مجموعته أخيراً اكتملت.